السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى مع بعض النهاردة بقسماط بيتي هتاكلوا صوابعكم وراه. حاجة كده لذيذة. تقدري تعمليه بالسمسم زي ما انا ما عاملاه، تقدري تعمليه سادة، تقدري تعمليه بالسكر، اللي انتي عايزة تعمليه اعمليه. كله بعجينة واحدة ومكوناته اقتصادية وموجودة عندنا في البيت. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده بقى هجيب طبق او بولة وابتدي انزل بيه بالسكر. تمام. معايا كده كوباية من السكر العادي، يعني سكر سنترفيش، وكمان كوباية من اللبن. الكوبايات واحدة. تمام، كوباية اللي تعايري بيها السكر يا كوباية اللي تعايري بيها اللبن. وكمان كوباية من الزيت. يبقى كوباية من السكر، كوباية من اللبن، كوباية من الزيت. وكمان عليهم ممكن نقول نص معلقة صغيرة من الكركم عشان يدينا اللون الحلو اللي انتوا شفتوه ده. لو عندكم بقى حبهان مطحون يعني يا سلام، حطوا برضو نص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، بيديها طعم حلو جدا، اللي هو بيسمى بره هيل مطحون. تمام. ده هنا بقى عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. تمام. بعد كده عندي بيضة، همسك البيضة كده وابتدي ان انا اكسرها على المكونات السائلة دي كلها. عايزة اقول لكم طريقته حلوة، بتملي بيتك بقى بالخير من الريحة اللي هتطلع دي، وطعمه لذيذ جدا جدا. ويعني بصوا، هقول لكم لو انتوا حابين يبقى طري معاكم هتعملوه ازاي، ولو حابين ان هو يبقى ناشف برضه هتعملوه ازاي. نزلت كمان برشة ملح، وهبتدي بقى بالمضرب السلك، هبتدي ان انا اضرب كل المكونات دي مع بعضها. عايزة السكر يدوب، وعايزة البيضة تدوب، عايزة كله يمتزج مع بعضه ويبقى خليط واحد معايا. اول ما ندخله الفرن هيطلع هيكون معاكي طري، هيبقى حلو جدا عشان لو في ولاد صغيرين وكده واسنانهم فيها مشاكل، او ولاد صغننين خالص، هيبقى حلو جدا هما بياكلوه. لو حباه يبقى ناشف بعد ما تطلعيه اصبري يبرد خالص، فكده دخليه تاني الفرن، هتلاقيه بقى متحمص معاكي وهيطلع ناشف ومقرمش شبه اللي بره بالظبط. بعد بقى ما خلصت المكونات السائله هبتدي انزل عليها بالدقيق. طيب قد ايه دقيق؟ ما اقدرش اقولك قد ايه. تنزلي بالدقيق لحد ما يبتدي يتشكل معاكي عجينه متماسكه. تمام. ياخد بقى معاكي كوبايتين، ياخد معاكي 3 كوبايات، على حسب آه يعني على حسب كل واحده والدقيق بتاعها. في دقيق بيلم معاكي بسرعه، وفي دقيق يعني بيحتاج ان انت تاخدي دقيق اكتر. فانت هتنزلي بالدقيق، بس طبعا بصوا العجينه سايله خالص، لا طبعا انا عايزاها ينفع تتعجن، يعني عجينه طريه في نفس الوقت تكون متماسكه تقدري ان انت تشكليها معاكي بقسماط زي ما انت عايزه. اهو انا نزلت بشويه حلوين كده عشان حسيت ان لا العجينه طريه قوي يا جماعه، محتاجه لسه. تمام. اهو. طبعا عشان الخطوه دي مهمه جدا، انا ما حاولتش ان انا اختصر فيها، حبيت واحده واحده كده معاكم عشان تشوفوا هيمسك معايا ازاي. كده برضو بصوا لسه ايه، طريه اهي. هنزل تاني بدقيق تاني، خد معايا حوالي 3 كوبايات من الدقيق. 3 كوبايات من الدقيق. حابين تنصصوا الكميه دي، يعني من البدايه خالص تعملوا نص كوبايه سكر ونص كوبايه لبن عشان تطلع الكمية أقل، مفيش مشكلة خالص، لأنه ما شاء الله بيرمي معايا. ولو أنا كنت رفعته زي مقاس البقسماط بتاع بره كان هيرمي معايا كمية أكتر من كده. ببتدي بقى بصوا أهي بدأت تلم معايا اهي، شايفين؟ أجي كده أمسكها ألاقي بصوا تتمسك وبتتشكل معايا أهو. كده بقى تبقى العجينة بتاعتي تمام التمام، بس أنا طبعا مش هعملها دلوقتي. هلم الدقيق ده كله اللي في الجوانب وابتدي إن أنا أشكل بيه. أو بصوا، لميت الدقيق وبقت عجينة معايا طرية وناعمة في نفس الوقت وفي نفس الوقت متماسكة تقدري تشكليها. كل اللي هعمله ان انا هسيبها تخمر، سواها بقى تخمر كده. وبعد ما تخمر تعالوا نشوف هنعمل ايه. هجيب بقى هنا بقى طبق فيه شوية من السمسم اهو، ولو بتحبوا حبة البركة حطوا عليهم حبة البركة. انا الصراحة يعني اللي عندي بينقوا حبة البركة ما بيردوش، يعني ما بيردوش بطعمه في اي اكل، فانا اكتفيت بالسمسم بس. تمام. السمسم ده هعمل بيه ايه بقى؟ هبتدي عشان يلزق معايا في العجين انزل عليه بمعلقتين من الشربات. عارفين شربات الكنافه؟ الشربات الخفيف قوي ده. لو ما عندكيش حتى اعملي نص كوبايه من السكر
نص كوبايه من الميه يغلي. اول ما يغلي انزلي عليه بعصره نص ليمونه، ومجرد ما يغلي كمان 5 دقايق طفي عليه واديله رشه فانيليا لو انت ما عندكيش. لو ما عندكيش خالص ومش متاح، لو عندك عسل اسود هاتي عسل اسود وخففيه، حطي بس معلقتين عسل اسود وخففيه بميه بحيث انه يبقى خفيف خالص كده شبه السيرم. وبرده نقطي، انا عايزه اي حاجه مسكره تمسك. تمام. بعد كده بقى هبتدي اخد اهي العجينه معايا اختمرت او زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا اخدها كده، باخد قطعه واحده كده صغننه وابتدي بقى ان انا ابرمها على حسب بقى ما انتوا حابين طوله قد ايه. تمام اهو. بعد ما عملتها انا حابه اعمله صغير يبقى على قد الاطفال الصغيرين كده. تيجي امسك كده بقى، هعمل كذا واحده بس واحطها في السمسم، لان مجرد ما بمسكه واحركه في السمسم ايديا كمان بتبقى كلها سمسم. فانا هعمل كذا واحده كده، وبعد كده هبتدي احركها في السمسم عشان لو ايدي جت فيها سمسم ابتدي اغسلها وارجع تاني اكمل من الاول. شايفين اهو. خلي بالكم عشان هو بينفش، يعني انتوا ممكن كمان تعملوا سمك ارفع من كده. تمام اهو. بصوا بقى، طبعا السمسم فيه سكر، فيه سيرم، فبيشبك بسرعه جدا في العجينه بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين اهو. تمام اهو. انا طبعا عامله حبه مكتره فيهم السمسم، وعامله حبه سمسم فيهم بسيط، وعامله حبه رشه على وشهم سكر، السكر اللي هو بتاع الشاي ده العادي. هنسيب مسافه عشان لما يبتدي يخمر معايا ويبتدي يعني يكبر كده في الفرن، يعني ما يبقاش كله بقى لازق في بعض. تمام اهو. بصوا بقى الجمال والحلاوه، والله يا جماعه تحفه. جربوه باذن الله هيعجبكم جدا جدا. ريحته خطيره ما شاء الله. رمى معايا شايفين، ومعايا كمان صينيه تانية. وزي ما قلت لكم هو بيتضاعف حجمه في الفرن، فانتوا ممكن كمان تصغروا الحجم، ترفعوا الحجم بتاع البقسماطيه نفسها. حاجه كده بقى جنب كوبايه شاي بلبن، جنب كوبايه قهوه، لذيذه جدا جدا، هتعجب ولادك وطعمها خطير. دخلها الفرن هتاخد تقريبا ربع ساعه من تحت، وكده شغلي الشوايه عليها 5 دقايق فقط لا غير، وبجد هتلاقي نتيجه مبهره. شايفين بقى الشكل النهائي عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه. وريحته بقى بصوا تحفه. بس عايزه اقول لكم قبل ما يعني ما تقعدوش كتير في الصينيه، اول ما يطلع سخن كده طلعيه على طول علشان ما يلزقش منك. جربوه ان شاء الله يعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.